جبت لكم احسن طريقه باش تقدر تفوز على اي فريق جزائري ولا منتخب جزائري، سواء كره القدم، فولي، باسكيت، كره اليد، اي حاجه كيما بغات تكون. دير حاجه وحده، دير كيما دارت بركان، دير الخريطه ديال المغرب هنا وغادي نسحبوا. درناها معاهم، مشينا بالتولي ديال بركان، مشينا عندهم الجزائر، طلعوا اللعابه ديال اتحاد العاصمه وما طلعوش الحكام وربحنا المباراه. اليوم في كرة اليد في المغرب، بطولة منظمة في المغرب، طلع المنتخب الوطني المغربي للملعب وطلعوا الحكام، وبسبب الرايه ديال المغرب معلقه كبيره وكاينه في التون ديال المغرب، اللاعبين ديال الجزائر ما طلعوش للملعب وكان كيتسحبوا غير ربحوا المباراه، ولكن راه ما ربحوهاش. هذه نصيحه لجميع الفرق الافريقيه والعربيه، حنا كنسمحوا لكم انكم ديروا الدرابو ديال الخريطه ديال المغرب كامله عندكم في التوني. شوف، تونس، ليبيا، القبائل، موريتانيا، جميع الدول الافريقيه العربيه، بغيتي تربح الفرق الجزائريه بدون تكرفيس ولا تعرق ولا تعيا، دير هاد الخطه هادي وغتشوف ان الفرق الجزائريه كينسحبوا دغيا، كيهربوا، ما كتبقاش تشوفهم نهائيا. هتشوف والله ما غتعرق معاهم نهائيا. وانا شوف، حنا كمغاربه، حنا خاطرنا واسع، وبالعكس حنا صحاب الكرم. الخريطه المغربيه ما نتكبروش على الدول العربيه ديالنا والفروق العربيه، بالعكس نسمحوا لهم ان يبغوا يستعملوها في التوني ديالهم. الا كانوا ما بغاوش كاع يتكرفسوا مع الاخوان ديالنا الجزائريين اللي هما الله يعفو عليهم، ما فهمتش، جاو من ميزاجور معطل، قال لك حقا ما تحقا، لا حنا ما نلعبوش ضد المغرب، يكون بركان كانوا رجال. تحيه للناس ديال بركان، وتحيه للمدن المغربيه كامله من الشمال حتى الجنوب، والصحراء مغربيه. وان شاء الله غادي نهبط لها في اقرب وقيته، وغادي لكم ديديكاس من الصحراء المغربي ديالنا. وفراسكم واحد الحاجه، اقسم بالله المدن الصحراويه عندنا في المغرب احسن من جميع المدن الجزائريه. باقي متخلفين، المدن الجزائريه باقي في العهد فاش كانت باقا مستعمره هم تركيا وفرنسا، راه باقي متاخرين بزاف. المهم، عجبتكم الحل ديال الفوز على الفرق الجزائريه، المنتخب الجزائريه. وباقي عندنا واحد التساؤل، المنتخب الجزائر كاس افريقيا 2025 غيجي عندنا، وكاس العالم 2030 غيجيو عندنا زعما؟ حيت حنا غنكونوا لابسين التونيات ديال المنتخب، وغتكون الخريطه ديال المغرب، وغتسمعوا النشيد الوطني المغربي، وفين ما غدوروا برا لقاو الخريطه ديال المغرب. اذا من دابا بديتو كتنسحبوا، ولا سحبتوا دابا وكتهنيونا، ما تعرقوناش لا حنا لا الفرق اللي غادي يلعبوا ضدكم لا حتى شي حاجه، وغتكون النتيجه ان الفوز بدون منعاناه وبدون تكرفيس ضد فرق جزائريه ضعيفه المستوى وتابعه النظام ديالها. وكنتمناو العقوبه اشد العقوبه تنزل على الاتحاد الجزائري وتعاقب من هنا حتى 2031 باش ما نبقاوش نشوفوهم. تحيه لكم.